استكمال الخطه الاصليه خطه 2013-2014 اللي هي الاستثمارات الحكوميه التي تنفذ على ارض كفر الشيخ في عام 13-14 اجماليها تجاوز المليار جنيه. طبعا في جزء كبير منها اكثر حوالي تلت هذه الاستثمارات تقوم بها تحديدا في مشروعات الزراعه والري، بما ان كفر الشيخ الزراعه هي النشاط الاساسي في كفر الشيخ، فاحنا عندنا حوالي تلت الاستثمارات في الزراعه والري. عندنا مبالغ كبيره جدا في مجال التربيه والتعليم وفي التعليم العالي وفي الصحه. لو جمعنا بالاضافه طبعا لما تقوم به المحافظه وديوان عام المحافظه في 133 مليون جنيه، ده الخطه الاصليه، منهم حوالي ما يقرب من 84 مليون جنيه لاستثمارات مموله من الخزانه العامه للدوله. هي احنا اضفنا اليهم في الخطه العاجله فيما يتعلق بتاني بالبرامج التنميه المحليه في المحافظه، ضفنا ليها 145 مليون جنيه اضافيه كلها مموله من الخزانه العامه للدوله. الحقيقه في عدد من المشروعات اللي اعتقد انها مهمه جدا وان شاء الله يعني نستهدف الانتهاء منها قبل 30/6، الانتهاء من ازدواج الطريق محل كفر الشيخ بطول 32 كيلو ان شاء الله يتم الانتهاء منه، ربط الطريق السادات وطريق القاهره اسكندريه بتكلفه محطوط امره 45 مليون جنيه الخطه. عندنا 15,000 وحده سكنيه في كفر الشيخ ان شاء الله يتم توصيل الغاز الطبيعي ليها في الخطه العاجله. عندنا منطقتين صناعيتين، المنطقه البرطيم ومطوبس ان شاء الله هيتم الانتهاء من ترقيقهم قبل 30/6/2014. عندنا 37 مزلقان في كفر الشيخ ان شاء الله هيتم الانتهاء من تطويرهم قبل نهايه السنه الماليه. عندنا تطوير كبير هتشهده ان شاء الله وحده الرعايه المركزيه في مستشفى كفر الشيخ العام باذن الله، هيبقى فيه يعني طفره كبيره. هي احنا عملنا حاجه يعني اعتقد انها مهمه جدا في وزاره التخطيط دلوقتي المتاحه المعلومات بالتفصيل. احنا اطلقنا مبادره اسمها من حقك تعرف. من حقك تعرف دي حطينا فيها بوابه جغرافيه لكل المشروعات الحكوميه التي تتم على الارض مصر كلها وفقا لكل محافظه. فيعني اي حد من حضراتكم لو دخل دلوقتي على موقع وزاره التخطيط